تخيلوا بقى لما يجي رئيس ولا وزير ولا اي حد عظيم ملك من ملوك الدنيا ويجي بقى على حته معينه كده في المشروع الكبير ده يركز عليها قوي، يقول لك لا حط لي هنا مش عارف ايه، نعرف ان في مش كده، يعني اشمعنى الحته دي مركز عليها ومركز في تفاصيلها، فنعرف ان ايه، ان الموضوع هنا في يعني في حكمه انه يدخل في التفاصيل دي. فهذا فعله الله عز وجل على غير عاده القران. يعني عاده القران ان الله عز وجل اذا يامر امرا اجماليا، اقيموا الصلاه. هو في اعظم من شعيره الصلاه في ديننا؟ اقيموا الصلاه. طب ازاي نقيم الصلاه؟ لا روحوا بقى شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم ازاي تقيموا الصلاه. ما تلاقيش في القران ازاي تقيم الصلاه. اتوا الزكاه. طب ازاي نؤتي الزكاه؟ لا روحوا بقى شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام هيبين لكم ازاي تدفعوا زكاه اموالكم وانواع الزكاه ايه وتخرج قد ايه من قد ايه. ده مش هنا، مش في القران. فتلاقوا التفاصيل ما تذكرش في القران. الامر اجمالي والتفاصيل لا، موطن اخر. فلما الله عز وجل في مسألة غض البصر هنكتشف أن الله عز وجل لم يكتفي فقط بأنه يأمر أمرا إجماليا يغض من أبصارهم ويغضضن من أبصارهن وخلاص على كده. لا، هتلاقوا الآيات دي اكتنفتها آيات قبلها وبعدها معينة على غض البصر. الأول الآيات بتاعت غض البصر جت في سورة إيه؟ سورة النور. طبعا إحنا الدرس ده احنا اديناه قبل كده لكنه لم يسجل يعني تصوير، وكان في سلسله قبسات نور. فاحنا بنعيد الدرس ده تاني لاهميه هذا الدرس، وهو درس كلنا محتاجينه سواء رجال او نساء. خلي بالكم النهارده المفاجاه، النهارده غض البصر ان شاء الله احنا هندي فيه درسين مش درس واحد ان شاء الله. النهارده احنا بنكلم النساء، يعني 3/4 الدرس احنا ما بنكلمش الرجاله اصلا. 3/4 الدرس النهارده الخطاب للنساء. واصلا سوره النور هي سوره النساء. سيدنا عمر كان بيقول ايه؟ علموا نساءكم سوره النور. فسوره النور هي سوره النساء بامتياز. احنا هنكتشف اكتشاف عظيم دلوقتي. الاول يبقى الله عز وجل تكفل ان يتكلم في مساله غض البصر بنفسه جل وعلا، ومش بس كده، ده فصل في المسائل التي تعينك على غض البصر، وهنكتشف ده بقى في الايات اللي هنقراها كمان شويه ان شاء الله. وهنكتشف امر عجيب لما نقرا الايات وهنرجع بقى نتدبر تلك الايات، ان مساله غض البصر الامر فيها بامتياز للمراه. لا مش فاهمين، يعني تقصد غض البصر ان المراه تغض بصرها؟ لا، هو جاء الامر صريحا بغض البصر للرجال، جاء الامر صريحا بغض البصر للنساء. وبعدين هنكتشف ان مساله غض البصر دي عشان تحصل في المجتمع، لان سوره النور سوره مدنيه ولا مكيه؟ مدنيه. الصور المدنيه وانت مغمض هي صورة بتكلم دولة، بتكلم مجتمع. الخطاب مش خطاب فرداني، يعني مش خطاب، طبعا هو القرآن كله يخاطبك أنت، لكن هتلاقي الصور المدنية بتؤسس لمجتمعات، وده هيبان معانا. وطبعا احنا ده تدبرناه، احنا سورة النور بتالي 11 درس ولا كام؟ تقريبا 11 درس، ممكن بقى ترجعوا لهم ان شاء الله. يعني تدبرنا الصورة كلها من اولها لاخرها. فالخطاب هنا في كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدين يتختم بامر مشترك للرجال والنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، نفس الامرين هم. وبعدين يجي 5 اوامر تانية زياده للنساء. وكأن مساله غض البصر لتنتشر تلك الظاهره في المجتمع في اوامر زائده للمراه، فالخطاب بامتياز للمراه. خلونا نسمع الايات التي سنتدبرها الان ان شاء الله. طبعا قبل ما نسمع الايات هنخلص ايات قبل، عشان هنسمع الايات دلوقتي ان شاء الله. ايات بعد كلها كالحمى لغض البصر. سوره النور ابتدت بمساله ايه؟ الزنا، مش كده؟ وكأن عشان ما تقعش في الزنا في حمى. من الحمى ده انك تغض بصرك. الحمى يا جماعه الدايره الاوسع شويه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الحمى يعني ايه؟ الحمى لما تيجي تبقى عاوز تحمي حاجه تقوم عامل لها حمى. الحمى ده ما يبقاش على قدها، يبقى اوسع شويه، تعمل سياج سور اوسع شويه من الحته اللي انت عاوز تحميها، ده الحمى. ففي حمى عشان ما تقعش في الزنا في كذا حاجه، منهم غض البصر والذي اتى في السوره. وكأن غض البصر ايضا له حمى. يعني ايه؟ يعني مش بنقول ما تغضش البصر ونرميك كده في الايه؟ في الشارع. لا لا لا، مفيش كده. بلاش نرميك في الشارع ونرميك في البيت كده. ايه في البيت؟ في البيت. نرميك في البيت مع الام ومع الاخت ومع البنت، مفيش كده.
ايه ده، هو حتى ده فيها تفاصيل مذكوره في القران، هنجيلها كمان شويه ان شاء الله. كأن احنا محتاجين عشان نعرف نغض البصر محتاجين حمى اوسع شويه يحمي غض البصر نفسه، لان غض البصر ده هو اللي هيحمي يحمي الانسان يعني من الوقوع في الفاحشه عياذا بالله، فمحتاجين حمى اكبر. طيب خلصنا الايات اللي قبل بايه غض البصر، بالايات اللي بعد نفاجئ ان ايه النور تيجي مباشره بعد تلك الايات. وكأن المعنى، وده تلمحه بعض العلماء، ان ايه النور تاتي بعد ايه غض البصر. ليه؟ لانك لن تنال نور البصيره الا اذا غضضت بصرك، يعني هذا يؤدي الى ذاك، غض بصرك تنال نور البصيره. نسمع الايات ونرجع بقى ان شاء الله نتدبر تلك الايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.